اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. صباح الفل وصباح الهنا وصباح الورد وصباح الياسمين. تعالوا بقى نعمل غدا يوم الجمعة. الأكل ده كان امبارح يوم الجمعة. غدا حلو جدا بيرجعك بالزمن كده لورا جدا جدا، أكلة مصرية بحتة. تتلمي على طبليتها انتي وولادك وحبايبك. معايا كيلو من اللحمة حطيتها كده في قلب الحلة، وبعد كده هديها ورق لوري، هديها حبهان، هديها قرنفل، هديها قرفة خشب، فلفل سبايسي، بصلتين كده قرم، طماطمايه متقطعه 4 قطع، ليمونه. كل البهارات بتاعتك دي اللي انت هتحطيها هتديكي نكهه حلوه جدا وشوربه حلوه جدا جدا جدا، ما شربتيهاش او ما شميتهاش في حته تانية قبل كده. شوحي لي بقى اللحمه مع البصل مع الطماطم مع قرن فلفل السبايسي مع شويه البهارات اللي احنا حطيناهم، وبعد كده انزلي عليهم اول ما تاخد لون كده بني والخضار بتاعك يتكتك كده وتشمي ريحه البهارات بتاعتك، انزلي عليها بميه سخنه، وبعد كده حطي فلفل اسود وسيبيها لحد ما تستوي 3 ارباع تسويه، وبعد كده هنحط لها الملح بتاعنا. حله تانية على النار واحط فيها ماده دهنيه، وهنا انا بستعمل سمنه، دهنه، زيت، زي ما انت ما تحبي، بس الاكله ده ما بيحبش الزيت، يا دهن يا اما سمنه بلدي. اقطع فيها بصلايه كده مكعبات صغيره، وبعد كده احط لها قرن فلفل سبايسي واشوحهم كويس جدا جدا في قلب بعض، وهنزل عليهم بنص كيلو من الطماطم المضروبه في الخلاط. عايزه اقول لكم الاكله دي حلوه جدا، بجد بجد بتفكرني بطبلية جدي وجدتي واللمه الحلوه بتاعت زمان، اللي كنا اساسي لازم نعمل الاكل ده يوم الجمعة. عودي ولادك وعلميهم العادات والتقاليد بتاعتنا بتاعت زمان. هنا حلة على النار برضو تاني وحطيت فيها الدهن اللي هو ليا، وبعد كده حطيت بصلاية هقطعها برضو مكعبات صغيرة وهبشرها كويس جدا جدا بالسكينة، وبعد كده اشوحهم كويس برضو في قلب بعض علشان نعمل الوصفة التانية اللي هي بجد بتبقى خطيرة، وزي ما قلتلك بتفكرك كده بطبلية ابوكي وابويا الاكل الحلو كده بتاع زمان. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك وكومنت حلو وتعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ونكبر ونبقى عيله كبيره ان شاء الله باذن الله. لو الفيديو ده جاب عدد مشاهدات عالية ان شاء الله هنزل لكم سلسلة فيديوهات حلوة جدا 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 جدا. بعد كده هنزل بعصير الطماطم، برضو نص كيلو من عصير الطماطم، واحط فلفل اسود واحط ملح وهقلبهم كويس جدا وهسيبهم لما يتسبكوا مع بعض. اول ما تتسبك معايا والطماطم برضو اللي انا كنت حطاها والتسبيكه التانية اتسبكت، هركنهم على جنب يكملوا التسبيكه بتاعتهم، وبعد كده اجيب حله واحط فيها راس توم كده محترم علشان نعمل احلى طشه في الدنيا. انا اخدت منها نص التومه حطيتها على التسبيكه اللي احنا كنا عاملينها، وبعد كده هشوح في باقي التومه شويه من الكزبره، وبعد كده هطشهم بالشوربه. وما تنسيش وانتي بتطشي التومه كده تقولي كده، تعملي كده، اول ما تعملي كده تعرفي على طول ان انت هتعملي ملوخيه، علشان تعملي احلى ملوخيه في الدنيا بطريقه حلوه جدا جدا جدا. لازم تحمري كزبره مع التومه وبعد كده تشيها بشويه شوربه. هنا بقى حطينا للتسبيكه تومه حطينا لها الباميه، اما التسبيكه اللي كانت عادي اللي بالبصلة بس حطينا عليها الكوسة. عملنا الملوخية، عملنا بامية، عملنا كوسة، عملنا شوية شوربة او شوية لحمة حلوين جدا جدا وخطيرة، وصدقيني لو جربتيهم بالطريقة دي هتدمنيها وهتبطلي بعد كده تعمليها بالطريقة التقليدية القديمة. هجيب حلة على النار واحط فيها معلقة سمنة، وهنا اقولك كتري وبلاش تستخسري، واحط فيها نص كيلو من الشعرية، اشوح الشعرية واحمرها كويس جدا جدا بالسمنة البلدي وريحتها تفحفح وتملى الدنيا. وهنا بجد 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 هترجعي بالزمن لورا، ايام ما كنت بقعد كده في البلكونه عند جدتي وتكون قاعده هي في المطبخ بتعمل لنا الاكل او الغدا بتاع يوم الجمعه، وكلنا ملمومين حواليها، وحقيقي كان لازم يا سمك يا الاكل ده كنا بنسميه يعني بنقول عليه طبيخ، يعني نطبخ بلحمه وشويه كده خضار مطبوخين ومتسبكين، يا اما نعمل سمك. فبالنسبة لي الأكلة دي مقدسة يوم الجمعة، بحب أعملها جدا علشان أعيش ولادي الأيام الحلوة اللي أنا كنت عايشاها. حمرت الرز في الشعرية وبعد كده نزلت بملح ونص مكعب من الماجي وهقلبهم كويس في قلب بعض، وبعد كده هنشربهم يعني أنا بحب أشرب الرز بتاعي لما أكون خلاص هغرف. دي هنا الملوخية خلاص برضو
صباح الكسل. شربنا الرز وسويناه، وبعد كده هنفلفله ونفرفره كده علشان نغرف. عملنا الملوخية، عملنا كوسة وبامية ولحمة. تعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة والطعامة. بصوا لون الرز خطير خطير خطير. اوعي تحمري الشعرية زيادة عن اللزوم لان بيبقى لون الرز مش حلو خالص. خليها كده اللي هي لون الجلد، وبعد كده لما بتاخد الشوربة بتاعتك لما بتسقي الرز يعني وكده بتلاقي لونها اتظبط وبقى زي العسل. خلطنا بقى الملوخية المخرطة بتاعتنا، ننزل عليها بالشوربة ونربها كده كويس جدا جدا جدا. واوعي تحطي الملوخية على الشوربة غير وانتي بتغرفي علشان لونها ما يسودش معاكي وتفضل خضرة ولونها حلو جدا. اديها يعني سنة بسيطة قوي من الكربونات وكده هتخلي الملوخية تفضل لونها اخضر لحد اخر اليوم معاكي. كلموني بقى عن هالجمال والحلاوة والشياكة والاكل البلدي المصري بتاعنا. لو انتوا من برا مصر صدقيني مش استحالة تيجي مصر وما تجربيش الملوخية وطاجن البامية وشوية الرز ابو شعرية. ولو انتي من مصر فاكيد اكيد احنا غرقانين في الملوخية والبامية وشوية الشوربة اللي احنا بنعشقهم في كل مكان في مصر. الاكل ده اساسي عندنا. بصولي بقى الملوخية بتتكتك ازاي. ايوه كده بقى، ايوه على العرق بتاع الملوخيه وجماله وحلاوته. اشوفكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله. كان معاكم دعاء زكي. لايك وشير وكومنت حلو، بعشق كومنتاتكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله.